أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أنا فقط. معنا النهاردة كتاب حلل شخصيتك بنفسك. الكاتب بدأ بسؤال مهم أوي بيقول: هل حقا تعرف نفسك؟ الدنيا بتتغير وبتتطور بسرعة، وفي كتير من اتجاهات الحياة اللي بنقف قدامها ومش عارفين نمشي في انهي اتجاه. تحديد اتجاهك في الحياة هو أهم قرار بالنسبة لك، لكن قبل ما تحتار وتشوف هتمشي في أي اتجاه لازم تعرف نفسك الأول وتفهمها، وتعرف نقاط القوة والضعف في شخصيتك. بتحب ايه وبتكره ايه، وايه اهتماماتك وقدراتك ومهاراتك وقيمك ومعتقداتك. محتاج تعرف بالتحديد انت مين، وده مش سهل أبدا، لكن الأسئلة اللي هنقولها دلوقتي هتساعدك تنجز المهمة دي. هات ورقة وقلم وجاوب على كل سؤال من دول، وخليك واثق ان التدريب ده هيكشف لك حاجات ما كنتش تتوقع. اسأل نفسك: رقم 1، هل أنا سعيد؟ 2، هل أنا فخور باللي بعمله؟ 3، هل بشتغل في المجال اللي بحبه وكنت أتمنى أشتغل فيه؟ 4، ايه اهتماماتي؟ 5، ايه الحاجة اللي بستمتع وانا بعملها؟ 6، ايه أهدافي سواء في مجال العمل أو براه؟ 7، ايه نوع وطبيعة الشغل اللي بحب أشتغل فيه؟ 8، ايه الحاجة اللي بقدر أعملها ببراعة؟ 9، الناس بتبصلي ازاي؟ 10، ايه نقاط القوة بتاعتي؟ 11، ايه نقاط الضعف بتاعتي؟ 12، احب اعيش فين؟ بعد الاجابة على الاسئلة دي نيجي للجزء الاهم: عيد قراية اجابة كل سؤال، واسأل نفسك لماذا، وكرر ده مع كل اجابة. لما تسأل نفسك ليه بتصرف وليه بفكر هيساعدك على التعمق اكتر واكتر في شخصيتك، علشان تفهم نفسك على حقيقتها. ولما تعرف نفسك هتعرف انت مين وهتمشي في اي اتجاه. ومن خلال الكتاب هسألك اسئلة اكتر واكتر تحدد نمط شخصيتك وتساعدك تتعرف على نفسك. شخصيتنا هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية، منها الموروثة ومنها المكتسبة، والعادات والتقاليد والقيم والعواطف كلها بتتفاعل زي ما بيشوفوها الناس من خلال التعامل في الحياة الاجتماعية. شخصية الإنسان بتتكون من مزيج من الدوافع والعادات والميول والعقل والعواطف والآراء والمعتقدات والأفكار والقدرات. كل المكونات دي أو أغلبها بيمتزج ليكون شخصية الإنسان الطبيعية، لكن لما يحصل خلل في بعض المكونات دي بينتج عنه اضطراب الشخصية. في شرطين ضروريين للتشخيص بالاضطراب: أول حاجة إن عمر الشخص يكون أكتر من 18 سنة. تاني حاجة لازم الاضطرابات دي ما تعطلش الشخص عن الاستمرار في حياته سواء العملية أو الاجتماعية، لكن لو كانت بتعمل صعوبات للناس اللي حواليه أكتر، فلو تسببت مثلا إنه يسيب شغله أو تسبب خلل واضح في علاقاته مع الناس، ده هيبقى مرض مش اضطراب. رقم 1، الشخصية التجنبية. فيها بيحس الشخص دايما بالقلق، وبيعتقد إنه أقل من الناس، وبيبقى حساس جدا للنقد، وعنده صديق مقرب أو 2 بالكتير. علشان كده بيبقى مرتبط بالصديق ده، لو حضر مناسبة نلاقيه يحضر، ولو صديقه محضرش فمش هيحضر حتى لو كانت المناسبة تخص أهله، وبيتجنب الاحتكاك المباشر مع الناس. الشخصية التانية هي الشخصية الاعتمادية. هنا بيلاقي الشخص صعوبة في اتخاذ القرارات اليومية، وبيلاقي صعوبة في بدء أي مشروع، وبيحس بعدم الراحة لو بقى لوحده. بيعتمد على اللي حواليه ومش بيبذل أي مجهود. الشخصية الثالثة هي الشخصية الوسواسة. هنا الشخص بيهتم بالترتيب والنظام على حساب الجودة، وبيقضي وقت طويل في ترتيب أدواته، وبيهتم فيها بالتفاصيل الدقيقة. الشخصية الوسواسة بتدور على المثالية ومتفانية في العمل على حساب العلاقات الاجتماعية. الشخصية الوسواسة بتعمل كل حاجة بنفسها لأن ضميرها حي أكتر من اللازم. بتحرص على عدم التبذير لأنها تؤمن إن القرش الأبيض لليوم الأسود. وهنا لازم نفرق بين مرض الوسواس القهري والإنسان اللي عنده شخصية وسواسية. فمريض الوسواس القهري بيكون في أغلب الأحيان شخص طبيعي، بيمرض بشكل سريع من أسبوع لشهر، بتتدهور فيها حالته بعد ما كان سليم، لكن بيستجيب للأدوية وممكن يتعالج بشكل كامل. أما الشخصية الوسواسية فهي مزمنة، بتترسخ في الشخصية بعد سن 18 سنة، والإنسان بيتعايش فيها مع اللي حواليه وفي وظيفته، وممكن يبقى أكتر الناس إنتاجا لتفانيه في العمل، وفي الحالة دي الأدوية الطبية مش بتأثر فيه. الشخصية الرابعة هي الشخصية الشكاكة. فيها بيكون الشخص دائم الشك من غير أي سبب مقنع،
وهو عديم الثقة بالناس حتى المقربين، علشان كده علاقاته الاجتماعية محدودة. خامس شخصية هي الشخصية الانعزالية، فيها الشخص بيستمتع بالعزلة وهواياته بتكون قليلة، ولو عنده بتبقى فردية زي الصيد مثلا. الشخصية اللي بعد كده هي الشخصية الانعزالية النمطية، اللي هي بتتسمى غريبة الأطوار، فيها الشخص بينسب أغلب اللي بيدور حواليه لقوة خفية كالسحر مثلا، فيبقى غريب في تفكيره وكلامه وبيستخدم ألفاظه الخاصة بيه ويبقى انعزالي. الشخصية السابعة هي الشخصية المضادة للمجتمع، أقل حاجة تتقال عن الشخص ده إنه مجرم، فهو ما عندوش ضمير وبيتعدى على القانون والأخلاق، ويبقى صاحب مصلحة ومتهور في تصرفاته وكذاب وانتهازي. رقم 8 الشخصية الحدية، الشخص فيها ما بيطيقش يكون لوحده وبيعمل علاقات اجتماعية سريعة ويبقى مندفع ومتهور. رقم 9 الشخصية الهستيرية، الشخصية دي بتعيش على جذب الانتباه، بتبقى عايزة تكون محور الحديث في كل مكان، وبتبالغ في وصف أي حاجة وفي التعبير عن رأيها من غير أي دليل، وبتقعد تتفلسف، ما بيبقاش عندها حواجز احترام مع اللي حواليها. في أنواع تانية من الشخصيات المضطربة بس بتبقى غير محددة، ما فيهاش الصفات العلمية علشان نصنفها ضمن الشخصيات المضطربة اللي قلناها. أول واحدة هي الشخصية السلبية العدوانية، فيها الشخص بيرفض يقوم بأي مهام وبيشتكي ان الناس مش بتفهمه وتقدره، وبيعتمد على الناس وبيعتقد ان من الواجب عليهم يقوموا بالمهام اللي المفروض هو يعملها، وفي الغالب مش بيبقى عنده أصدقاء، فهو متقلب بين العنف والجراءة والندم. الشخصية التانية هي الشخصية الاكتئابية، فيها بيكون الشخص معظم حياته في حالة حزن، وعنده تأنيب ضمير شبه مستمر، وحاسس بقلة الحيلة، وعنده نظرة سوداوية للأمور. آخر شخصية هي الشخصية المتغيرة نتيجة الحالة الطبية، اللي هي تغيير الشخصية بعد إصابات الحوادث. فيها الشخص بيتغير عن حالته القديمة، بيبقى مش قادر يتحكم في مشاعره. سبب التغيير ده هو الحادثة أو الجلطة الدماغية. معرفة نوع الشخصية لأي شخص أمر ضروري جدا قبل الدخول معاه في أي نوع من العلاقات الاجتماعية أو التجارية. أغلب الناس أسوياء وشخصيتهم سليمة، ولازم يكون ده أول حاجة نفكر فيها. جهزوا ورقة وقلم وتعالوا نعمل مع بعض اختبار هنعرف من خلاله هل هتقدر تهتم بنفسك ولا لا. هسألك 15 سؤال وترد بنعم أو لا، كل نعم بدرجة وكل لأ بصفر. السؤال الأول: هل تقدر تعيش في جزيرة مهجورة؟ التاني: هل تقدر تصلح عطل كهربائي؟ 3: هل تقدر تسلق بيضة؟ 4: هل تقدر تعمل وجبة من 3 أصناف؟ 5: هل تقدر تغير إطار عربيتك؟ 6: هل تحب الحلول العملية لمشاكلك؟ 7: هل تقدر تكوي لبسك؟ 8: هل تقدر تصلح الحاجات المعطلة أو التالفة؟ 9: هل أنت منظم؟ 10: هل تقدر تقوم بترتيب الملفات المكتبية؟ 11: هل تستطيع إصلاح دراجة؟ 12: هل تقدر تصلح حنفية؟ 13: هل تستطيع أن تنزع شوكة من يدك؟ 14: هل تستطيع أن تنزع إبرة النحل إذا لدغك؟ 15: هل تستطيع أن تقوم بالتنفس الصناعي؟ لو كانت إجاباتك بين 10 أو 15 فأنت إنسان عملي جدا وتقدر تتعايش مع كل المواقف، فأنت صبور. لو كانت درجاتك بين 4 أو 9 فأنت تقدر تهتم بنفسك. ممكن ما تقدرش تواجه كل الأمور، لكنك تقدر تكافح علشان تواجهها. أما لو كانت درجاتك 3 درجات أو أقل فأنت ما بتقدرش تعتمد على نفسك أو تهتم بيها. الاختبار التاني هو اختبار لأولوياتك في الحياة. اختبار سهل وهيبين أولوياتك وترتيب اهتماماتك في الحياة. يلا بينا. افترض وانت في البيت واجهت 5 ظروف في نفس الوقت. رقم 1: تليفون البيت بيرن. رقم 2: طفلك بيعيط. رقم 3: في شخص بيخبط على الباب أو بيناديك من برا. 4: نشرت لبسك برا والجو بدأ يمطر. 5: كنت حاطط حاجة في المطبخ بتملاها مية وبدأت تفيض. ايه الحاجة اللي هتديها الأولوية في التعامل معاها؟ رتب أولوياتك واكتبها في ورقة وخليك صريح. كل نقطة من دول بتمثل معنى في حياتك، وترتيبك في التعامل معاها بيمثل ترتيبك للتعامل مع الأمور دي في حياتك. التليفون بيمثل شغلك. التليفون بيمثل شغلك. الطفل بيمثل الأسرة. باب البيت بيمثل الأصدقاء. الملابس بتمثل الفلوس. الحاجة اللي بتملاها بتمثل الحب. شوف حسب ترتيبك ايه أول أولوياتك. خطوات نحو القوة. لو كنت عايز تتحمل المسؤولية كشخص مسؤول يعتمد عليك الناس،
اتبع الخطوات دي. أول حاجة، حدد كل حاجة تتعلق بالمسؤولية الواجب عليك تتحملها، سواء كان الأمر بيتعلق بدراستك أو مهنتك، وحدد أحدث حاجة وصلت لها من التقدم، وفي نفس الوقت احرص على تنمية قدرتك على تحمل الأعباء. تاني حاجة، اعرف الواجبات اللي ممكن تشارك الآخرين فيها، وهيئ نفسك تكون مستعد تتولى المسؤوليات الأكبر في أي لحظة. تالت حاجة، جهز نفسك ذهنيا ونفسيا وجسديا علشان تقدر تتحمل المسؤوليات الكبيرة زي ما بتتحمل المسؤوليات الصغيرة البسيطة. رابع حاجة، دور دايما عن المهام الجادة اللي هتكتسب منها خبرة واسعة في تحمل المسؤوليات. 5، اعمل اللي بيطلب منك سواء كان صغير أو كبير بكل ما عندك من جهد وقوة. 6، اقبل النقد الموضوعي وخلي عندك شجاعة الالتزام بمبادئك. 7، واجه نفسك وخليك صادق معاها، ده بيمكنك من تحمل المسؤولية الكاملة لقراراتك وتصرفاتك وتوجيهاتك للآخرين. آخر حاجة، هنعمل اختبار الحاسة السادسة. الحاسة السادسة إحساس فطري لا إرادي بعيد عن المنطق. صاحب الحاسة السادسة بيتنبأ بالمستقبل. الناس عندهم الحاسة دي بس بدرجات متفاوتة. هسألك كام سؤال وترد بآه أو لأ. 1، هل سبق ولغيت مشروع أو قرار لأنك حسيت بحاجة غامضة تجاهه؟ 2، هل بتصحى من نومك قبل المنبه ما يرن؟ 3، هل أحلامك بتتحقق دايما؟ 4، هل شفت شخص وحسيت إنك شفته قبل كده؟ 5، هل بتشوف أشخاص متوفيين في أحلامك؟ 6، هل بتاخد وقت طويل علشان تاخد قراراتك؟ 7، هل بيحالفك سوء الحظ؟ 8، هل تعتبر نفسك شخصية محظوظة؟ 9، هل تعتقد في الحب من أول نظرة؟ 10، هل لما حد من أصحابك بيطلب منك تخمن رقم هل بتقول الرقم الصحيح؟ 11، هل الصدفة بتشكل جانب في حياتك؟ 12، هل بتاخد قراراتك من غير ما يكون عندك سبب محدد؟ 13، هل بتقدر تتوقع ايه اللي جوه علبة الهدايا من غير ما تفتحها؟ 14، هل بتحس بالحاجة قبل ما تحصل؟ 15، هل بتحس امتى هتقابل شريكك؟ لو كانت معظم اجاباتك بكلمة لأ، فانت مش من الاشخاص اللي بيتمتعوا بالحاسة السادسة بقدر كبير، لكن اجاباتك بتدل انك بتثق بحدسك ودايما بتلاقي نفسك بترفض النصيحة من اصدقائك. حاول تسمع لصوتك الداخلي، ده الحدس اللي هيعرفك حاجات ممكن تحصلك. ولو كانت معظم اجاباتك بكلمة فانت شخصية بتتمتع بقدر كبير من الحدس والتوقع، فحستك السادسة بتقولك دايما الأحداث قبل حدوثها. حدسك هو إنك تبقى هادي دايما علشان تسمع لصوت أعماقك وهي بتعرفك إحساسك الداخلي بالحاجات. الشخص اللي عنده حاسة سادسة يقدر يتجنب الأشياء المزعجة اللي ممكن تحصله. عقلك وقلبك برضو بيكلموك زي لسانك وانت بتسمع لهم بحرص. يا رب تكون الحلقة مفيدة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكوا في الحلقات اللي جاية. باي باي.